يا ترى هو في ذكاء غير ان احنا نحقق التارجت اللي احنا بنعمله في الشركات؟ ايوه، في ذكاء غيره، في ذكاء مع البني ادمين، حاجه اسمها ذكاء عاطفي. سمعت عنه؟ طيب انت عايز بقى تحقق التارجت ولا عايز حب الناس؟ والاجابه هنا انت ودماغك. بص، هو كلنا في حاجات بتعصبنا، بس لما في حاجه تعصبك في وقتها كده حاول ما تردش بسرعه، عد من 1 ل10. في حاجات بتستفزنا، بس خلي بالك مش دايما الموقف اللي بيستفزنا هو ده اللي عصبنا. احيانا كده بنبقى مشحونين من جوه، تراكمات، يعني حصل حاجه فوق حاجه فتعصبنا. فعشان ما نتعصبش غلط عد من 1 ل10 وغير وضعيه الجلوس بتاعتك. يعني لو قاعد قوم وقف، ولو واقف اقعد، عشان لما تيجي ترد ما تشتعلش، ترد بس بهدوء وتبقى عارف انت بتقول ايه بالظبط. هنا بقى حبة ذكاء. في حاجة كمان محتاج تبقى ذكي فيها، إنه مش كل النقد بناء. يعني ممكن مديرك يجي يقولك أنت محتاج تحسن شغلك شوية على فكرة، فتروح واخد الكلام على صدرك وتقول يا عم ده أنا مسحوط ليل ونهار. هنا مديرك يا بيحاول يشتتك عشان تشتغل أسرع وأكتر من اللي أنت شغال فيه ويحطك في محرقة، أو إنه بيحاول يحفزك لأن أنت فعلاً كسلان شوية. لازم جوه دماغك بقى تفكر، هو أنا فعلاً محتاجة أحسن من نفسي شوية ولا مديري ده بيلعب معايا؟ في الحالتين أنت لازم تاخد الموضوع بهدوء. الكلام اللي ليه لازمة ناخده ونشتغل عليه، واللي ملوش لازمة بنرميه ورا ظهرنا كأننا ما سمعناش، ولا كأنك حسيت بحاجة ولا سمعت حاجة. بص، هو كلنا كلمة لأ تقيلة على قلبنا وما بنعرفش نقولها بسهولة، بس احنا دايما بنيجي ما نقولش لأ في حاجات ممكن تيجي على حساب نفسنا. فعشان ما تجيش على حساب نفسك ما تقولش لأ صريحة كده. بس لما يكون الموقف مش مناسبك ما ينفعش ما تقولش لأ، بس ممكن تقوله والله كان ممكن أساعدك بس المرة دي يعني مش نافع، بس والله لو جيت لي المرة الجاية هساعدك أكيد. ما تعملش حاجة أنت مش عايزها. لأ يعني لأ، وممنوع، سامعني؟ ممنوع تشوفني من غير ما تعمل لايك واشتراك وشير وكتير. من الحاجات اللي محتاج تبقى ذكي فيها، لما تشوف حد زعلان انت محتاج تسأله انت كويس بجد ولا لأ. يعني تسأله وانت حاسس بيه، حاسس انه فعلا ممكن يكون متضايق في اللحظة دي، ممكن كلمة منك تهون عليه. مش تسأله بقى سؤال عابر، هو انت كويس يا عم؟ فيقولك انا تمام، فتقوله طب الحمد لله انك تمام. لا، الناس إن هو بتحتاج إن أنت تقرب لهم بجد وتسألهم وأنت حاسس بيهم. هنا ممكن يقولك كل اللي جواك، وحتى لو ما قالكش هيبقى حاسس إن أنت مصدر دعم ليه، لأنه لو قدر يحكي في يوم هيجيلك أنت، لأن أنت الوحيدة اللي بتسمعه كويس. هنا بقى هيبقى عندك ذكاء عاطفي، وهنبقى كسبنا حب الناس عادي. بلاش جو أنا حاسس بخنقة وضيقة، أنا حاسس إن أنا بتهد. يعني لو علاقاتك في الشغل مش أحسن حاجة، جرب إنك تكون مبتسم على طول، ومش كل تاسك تاخدها تقول هو يعني كل يوم نعمل القرف اللي إحنا بنعمله ده. لأ، حاول إنك تستقبل كل حاجة أنت حواليك برضا، وتحب الحاجات اللي حواليك، وحاول إنك تكون متفائل ومبتسم وإنت بتعملها. حتى لو بتعمل مصيبة حاول إنك تتفائل وتبتسم وإنت بتعملها. هنا بقى الناس هتحس إنك دايما مصدر دعم وإيجابي ويبدأوا يقربوا منك. أنا مش بقولك اعمل حاجة عكس مشاعرك، بس مش دايما تبقى واخد كل حاجة على صدرك. يعني في حاجات معينة نضحك شوية، يعني نتفائل، حتى نتفائل إن إحنا يا جماعة عندنا شغل ثابت نمتن ليه يا جماعة، أبوس إيديكم. بص، هو أنا عارفة إنك مضغوط وأنا مضغوطة والناس مضغوطة، بس مش لازم نحسس نفسنا ده طول الوقت. يعني مش لازم تصحى من النوم الصبح تحسس نفسك إنه يوه هو أنا لسه هنزل في الزحمة والقرف، ونصحى الساعة 6 الصبح وحاجة استغفر الله العظيم يا رب. لأ، هو أنت ممكن إنك كل يوم تصحى الصبح ما تمسكش موبايلك، ما تعملش حاجة غير إنك تفكر بإيجابية. أنا هصحى الصبح هعمل روتين أنا بحبه، هسمع أغنية حلوة بقى، نشرب لنا كوباية قهوة ونستمتع ونشم الهوا بتاع الصبح، ننزل نتمشى 10 دقايق قبل ما نشوف المواصلات والزحمة. نحاول نفكر إنه اليوم هيبقى كويس لو إحنا كويسين ومهندمين ومرتبين نفسنا ولابسين شيك. لازم نعمل حاجة بنحبها قبل ما ندخل على المعركة بتاعتنا، لكن ما نعملش معركة قبل المعركة فيبقوا معركتين 3 4 في نفس الوقت.
حاول تهون على نفسك وتهون على الناس اللي حواليك. هنا بقى ده ذكاء عاطفي. الناس مش دجالين، مش كلهم بيعملوا أعمال لجلب الحبيب. فلما تكون زعلان أو مبسوط لازم تعبر عن مشاعرك بوضوح. يعني تقول أنا مبسوط والله يا جماعة، الأكلة دي كانت حلوة، والله الأكلة دي كانت حلوة بس أنا ماليش تقل عليها، أنا بحبكم، أنا معاكم، أنا بدعمكم. لازم تتكلم مع مشاعرك عن الناس عشان الناس تبدأ تحس إنك حقيقي ويبدأوا يحسوا إن هم فاهمينك وقريبين منك. هنا بقى هتبدأ تقرب للناس وتبدأ تقرب لنفسك معاهم. الغيرة دي طبيعية، هي الغيرة خطيرة، بس حضرتك بدل ما تغير من الناس وتحقد عليهم وتهري وتنقد في نفسك وتغل، حاول تقدم لهم الدعم وحاول تفرح معاهم بنجاحهم وتحاول إنك تبقى جنب الناس الناجحة. ساعتها أنت كمان هتنجح وهيترد لك الفرحة والله اللي أنت فرحتها للناس. بدل ما نحقد على الناس لأنه ده مش هيقدم ولا هيأخر، نحاول نشتغل على نفسنا ونفرح للناس عشان لما ننجح احنا كمان الناس تفرح لنا وتبقى الفرحة كبيرة وخطيرة. قبل ما تاخد قرار في حاجة لازم تفكر، هو أنا باخد القرار ده عشان الناس تكون راضية عني ولا عشان أكون راضية عن نفسي وأبقى مبسوط؟ هنا بقى ده ذكائك مع نفسك ومع الناس. لما هتعمل اللي بيرضي الناس، اللي هو عمر ما الناس هتكون راضية عنك، ساعتها هتخسر نفسك وساعتها هتبقى حد تاني مش هيبسط الناس ولا هيبسط نفسه. أنا عايزاك زي ما بتبسط الناس تبسط نفسك، ولما تاخد قرار فكر إن مع عمر الناس ما هتكون راضية سواء عملت الصح أو عملت الغلط، بس لما بنعمل الصح في حق نفسنا بنكون إحنا مبسوطين، والمهم إن إحنا نكون مبسوطين عشان نعرف نملى الناس اللي حوالينا فرحة. غير كده أنت مش هتعرف تقدم لهم الدعم لأن أنت نفسك محتاج تعيط يا حمادة. فلو سمحت حاول إنك تبقى نفسك مش تبقى حد تاني، وكل فترة اشتغل على نفسك شوية صغيرين، ولما تاخد قرار تاخد اللي يناسبك انت ويكون على مقاسك مش مقاس الناس اللي حواليك، عشان ما نلبسش بيك سايز واحنا مش بيك سايز ولا حاجة. وبس كده، ما تنساش تعملي لايك واشتراك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.